السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. نرحب بكم دائما في قناتكم مطبخ الفراشة. الوصفة تاع نهار اليوم ما لازمش تحقروها، لازم تدعموها بجام يا البنات وتعليقات ومشاهدة كاملة لانه تستاهل، وهذه تحت طلب تاعكم. نتوما اللي طلبتوا مني ندير لكم الحامضة او خبز شعير محشي، اكلة صحية تقليدية طبيعية صيدلية كاملة من الفوائد. هذه الأكلة تنحي البرد من العظم يا البنات. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو للأخير وشجعوني بجام، شجعوني يا البنات باش دائما نحط لكم الوصفات تاع جدودنا اللي فيهم الدواء. حتى وإذا انتيا صغيرة ما تحبيش هذا الأكل، لكن خلي يماك ولا جداتك ولا عجوزتك ولا خالتك تتفرج هذا الفيديو باش هما هكذا يتشجعوا ويديروه ليكم. كي تكون وجده راح تاكلوها هكذا خياتي. اذا نبداو على بركه الله. بسم الله. واش نحتاجو لهاد الأكلة؟ عندي لهنايا كيلو تاع دقيق تاع الشعير البنات، دقيق تاع الشعير به بنخالة تاعو. عندي ملعقة تاع خميرة الخبز، وعندي نصف ملعقة تاع الملح، وعندي ماء دافي. شوفوا البنات، هاد الأكلة يا البنات يعني تاع ناس الزمان هكا يخدموها بدقيق تاع الشعير فيه نخاله، كاين مخلطه يعني فيها دقيق تاع الشعير الرطب، وكاين اللي شويه خشين، وكاين نخاله. فهمتوا؟ يعني ثلاثه في واحد. ودقيق تاع الشعير بزاف اخوات قالوا لي اسماء وين نلقاوه؟ تلقاوه عند العشابين هكذا، ولا ما لقيتوش عند العشابين تلقاوه عند الرحى اللي يرحي دقيق، اللي يرحي القمح والشعير والخروب. فهمتوا يا البنات؟ يعني تلقاوه يتباع، تشريو كيلو ولا 2 كيلو. اذا درتوها مره في الشهر ولا في شهرين ولا في العام راكم استفدتوا من الفوائد تاعها. هي صح تجي شويه صعيبه، بصح ما كاش حاجه سهله، كل حاجه صعيبه هكذا. خاصه يا البنات رانا في زمان كثروا فيه الأمراض، الناس كامل ولات للطبيعة، يعني العودة إلى الطبيعة، كل حاجة طبيعية من الأحسن. هكذا تنوعوا في الأكل تاعكم، حتى وإذا مرضتوا ما تطيحوش فراش، يعني ما تضلوش تجروا من طبيب لطبيب نتوما وولادكم. يعني إذا مرض لكم واحد مع الأكل الصحي هدايا يعني يقاوم الجسم تاعو، يقاوم يولي عنده المناعة. يعني ماشي تدخلوا على ولادكم غير الكاشير والفرماج والليبات وتليكيدو برك خلي. شوفوا حتى انا نقدر ما نديرش هذا الاكل الصحي، الكويرات نطيب الحلاز ونطيب كل حاجه. انا تاني ماذا بيا نشي دجاج محمر ولا اللي كيديهم بالمقارون ولا بالفرماج ولا بالبيتزا، بصح هذيك تبقى مضره ليا ولولادي. علاش انا ما نديرلهمش حاجه صحيه هكا نتفادى يعني يمرضوا لي مرض يعني كما نقولوا كما مزمن، كما نقولوا نظل نجري من سبيطار. لا البنات، حتى واذا مرضوا لي ولادي غير شويه ولا ينوضوا، يعني عندهم المناعه. انا راني نحكي لكم هكذا البنات باش تشجعوا ترجعوا للاكل الصحي، للاكل التقليدي اللي فيه بزاف فوائد. شوفوا هنا خياتي العزاز، الخبز الشعير او الحامضه صعيب شويه، لازم تسيسوه، تشمخوا مليح هذاك الدقيق بالماء دافي البنات. شوفوا نشمخوه هكذايا، وهو كل ما يتشمخ يزيد يشرب الماء هذاك، على خاطر علاش هاد الدقيق شويه احرش ويتنفخ، يعني قد ما درتوا له الماء يزيد يشرب. ديروا الماء غير بالعقل ودلكوه كما راكم تشوفوا، لموه مليح كشغل راكم تعجنوا هكذا. شوفوا كاين وصفه اخرى هي نفس الوصفه البنات، بصح بكري كانوا يستعملوا الخميره التقليديه، الخميره تاع العجين. فهمتوا؟ الخميره تاع برا هكذايا، ماشي هاد الخميره. بصح دوكا رانا كيما نقولوا انا ما عنديش هذيك الخميره، استعملت الخميره العاديه. وايضا لازم تخلوا العجين تاعكم يقراص، يعني كيما جداتي ربي يرحمها كانت كي تحب دير لنا الحامضه تعجن العجين في الليل باش الصباح يخرج قارص. فهمتوا؟ بصح دوكا البنات معليش، يعني تقدروا ديروه الصباح وتاكلوه عشيه، ولا اللي حبت تدلكوا في الليل طيبوا الصباح، ما كاش مشكل. المهم السر تاعو كامل والبنه تاعو كيكون فيها هذيك الحموضيه، عليها سماوه الحامضه. شوفوا لهنا بعد ما لميتو نديرو في كيس بلاستيكي ونغطيه يريح واحد ساعه ساعتين، نعاود نرجع ليه.
هنايا عاودت رجعت ليه البنات بعد مرور حوالي هكذاك ساعة ونص ساعتين. انا لهنايا درتو مع صباح بكري البنات، مع صباح بكري خلطوا. شوفوا هنايا راه نشف يعني شرب هذاك الماء وراهو تخمر. هنايا البنات انا بعد ما خليته في بلاصه دافيه حتى بدات دير فيه ريحه القروصيه. قلت لكم هذا الخبز لازم تخليوه يبات. علاش بكري يخليوه يبات البنات؟ كانوا بكري يستعملوا هذيك الخميره تاع الدار ولا ما يديرولوش كامل الخميره. يعني علاش يسموه الحامضه؟ كيشغل كي يخليوه يبات هو وحده يربي الخميره هكذا البنات، عليها يسموه الحامضه وتجي فيه ريحه القروصيه هكذا. المهم بعد ما رجعت ليه راني قدامي الماء دافي، نقعد نشمخ نزيد هكا نرش في الماء ونزيد ندلكو على خاطر هو حرش شويه يشرب الماء وصعيب شويه باش يتلم. نبقى هكذايا نلم هكذايا. شوفوا كيفاش راني ندير، مش حاجه صعيبه. ودوك يجوا في التعليقات هذوك اللي يقولوا لي يا يما شحال تهضري نحب نهضر البنات، نحب نشرح هكا كانت جداتي الله يرحمها ولا يما شادير لي تجيب البليغه وتقابلني ديري هاك عجني هاك ما ديريش ليديك هكذايا تعلمي مليح تروحي ديار الناس هبلوني خلاص ديت عوايدهم. المهم يا البنات على بالكم بلي خدكم هنايا راحت لها قناتها الاولى يوميه الفراشه، مازال ما رجعتهاش. راني درت لكم القناه الثانيه، على بالي بزاف ما سمعوش باللي فتحت قناه جديده يسموها روتينات الفراشه. روتينات الفراشة، اكتبوا فقط روتينات الفراشة في يوتيوب ولا راني نعلق في التعليقات بهذيك القناة الجديدة. ادخلوا البنات ديروا مشاهدة وديروا اشتراك، اشتركوا وفعلوا زر الجرس ديروا الخيار الاول باش يلحقوكم كامل الاشعارات. شوفوا لهنايا بعد ما زدت شمختو مليح وعاودت زدت دلكتو. شوفوا البنات هكذايا لميتو مليح. هنا نخليه يزيد يتخمر لي للمرة الثانية هكاك ساعة ساعتين ثلاثة حتى نوجد هذيك الحشوة تاعو هكذا البنات. دوكا صاي هنا راه واجد، دوك نخليه برك يزيد يقراص لي شوية. هنايا في نفس الوقت عندي هنا الحشاوش اللي نديرهم حشوة لهذا الخبز. عندي لهنايا الفليو، بزاف قالوا لي اسماء وري لنا هاد الحشاوش. هاي الفليو شكون اللي ما يعرفش الفليو؟ يعني في هذيك الاكله تاع حشيش كويرات بزاف قالوا لي ما فهمناش يا البنات والله غير صعاب الحشاوش وبعض الولايات ما عندهمش. هذه تيم زعترين، شوفوا تيم زعترين ريحتها تهبل. وهذه البنطه نابطه او تيمرصات تشبه للنعناع تاني ريحتها والفوائد تاعها بزاف حتى يعالجوا بها الم المفاصل. شوفوا البنات وعندنا حبه تاع ثوم كبيره هذه هي، ومن بعد كنزيدوا شويه بصل وكاين اللي يحب يدير معها الشحم. هذه الاكله تندار بالشحم البنات، بصح انا ولادي ما ياكلوليش الشحم اذا راح نستغنى على الشحم. اصلا ما عنديش وكان عندي وكان درت وحده بالشحم يعني انا نستهلك بزاف الشحم كملته لازم حتى نشري ولا نروح عند يما ولا عند جارتي. ديجا يا عجوزتي عندها واقي الخبات لي تاع العيد الكبير عجوزتي ما نطلع نجيبه. شوفوا البنات هذيك الثوم نحطها في المقله ونديرها تتشوى على نار قليله. هذه نشويها على نار قليله. هنا البنات نقي هذوك الحشاوش. شوفوا بالنسبه لي قالوا لي على الحشاوش هذوك تاع حشيش كويرات، الوصفه راهي في القناه البنات. ان شاء الله المره الجايه كي نبتوا الحشاوش مازال ما نبتوش كامل، كان غير شوي برك نجيب لكم كامل هذوك الحشاوش وندير لكم عليهم فيديو سبيسيال نوري لكم ونعلمكم كامل هذوك الحشاوش اللي ياكلوهم هكذا البنات. لهنا نقي كامل هذه النباتات. بعد ما نقيت هذاك الفليو تيم زعترين والبنطه نغسلهم مليح. هنايا هذيك الثوم شوفوا البنات كيفاش شويتها هاي ليكم. هذه هي الثوم تاعي. هنا البنات بعد ما غسلت هذوك نباتات وعندي حبه تاع بصل، انا نستعمل هذا الحيوه اليدويه. هي في الحق يستعملوا المهراز، انا دوك نسكن في ليباتيمو ما كاش كيفاه ندقش على جيراني وزيد ما عنديش كامل مهراز. البنات اللي حبت تستعمل المهراز من الاحسن ديروا المهراز، واللي عندها هذا الحيوه تستعمل هذا الحيوه ولا كاش حجره ولا اشواق كيما حبيتوا. المهم نرحيوهم يعني نديروهم مرطبين. انا درت هذاك الحشيش تما ودرت حبه تاع بصل ودرت الثوم.
يعني تعرفوا بلي الثوم والبصل وهذه الحشاوش كامل ينحيوا البرد كامل من الجسم. هكذا خياتي، ونتمنى تولفوا ولادكم هكذا ياكلوا الاكل الصحي. البنات بزاف اخواتي يقولوا لي ولادي ما يحبوش ياكلوا لي، انا تاني ما كانوش ياكلوا لي، بصح والله غير دوكا هاك ياكلوا الاكل الصحي، خاصه زيت الزيتون وحشيش كويرات وكامل. كيف ديروا لهم البنات؟ قولوا لهم كلوا هذه، نعطيكم حاجه اللي تحبوها، مثلا دراهم باش يشري كاش حاجه، ولا شوكولا ولا شيبس ولا رويبه، هكا تكلخوا لولادكم، قولي له كل هذه الماكله والله غير نمدلك الحاجه اللي تبغيها. هكذا يتولفوهم ياكلوا، معليش يسيفها ياكلها بالسيف عليه، فهمتوا؟ هو كي ياكلها انت ياك شغل ديري له هديه، كي شغل انت تشجعي وليدك ياكل الاكل الصحي ويوالف للاكل الصحي، ماشي تدخلوا عليهم غير شيبس وكاشير وفرماج وتليكيدوهم كما نقولوا غير بالعدس واللوبيا، وتروحوا تتفرجوا التلفزيون ولا وتخلوهم. تعبوا شويه على اولادكم باش يعني تنقصوا من الامراض، وزيد ما تضلوش تجروا من الطبيب من السبيطار تهلكوا في دراهمكم كما نقولوا، وزيد تهلكوا في صحة أولادكم. شوفوا البنات، هذيك ثوم قشرتها، اللي حبت تسكرفتها ولا ديروها هكا في رحيوه، ونرحي كل شيء رطب. بعد ما رحيت ندير شويه تاع الملح كما كنتو، ماشي بزاف على خاطر دوك الحشاوش اصلا فيهم الملح يعني طبيعيا. ندير الحار البنات، كل ما جات حاره تجي شابه، يعني الفوائد تاعها تزيد، فهمتوا؟ هي كامل هذاك البنه كامل في الحروريه تاعها. واللي عندها اولادها تقدر تقسم، يعني نص ديروا حار نص ديروا شويه، ماشي حار بزاف. نزيد يدقوا بالمهراز ولا زيدوا رحيو مليح يتخلط هذاك. واللي عندها شحم حبت تدير شحم، لكم الاختيار. هنايا نزيد شويه تاع زيت الزيتون كما كتشوفوا. بنتي صغيره حنينه هي غير تهضر هبلتني. هنايا البنات زيت الزيتون. هنايا شوفوا عاود رجعت لهداك العجين. شوفوا البنات دوكا راهو جاهز، يعني باش نبداو نخبزوا العجين تاعنا. هنا انا مالغري درتو صباح وطيبته مع 12، يعني ربى القروصيه. لو كان زدت خليته يبات يعني القروصيه تزيد فيه تولي هكا ريحته قارصه بالبزاف. هنا البنات نبدا نقسم. هو صح شويه صعيب للمبتدئات وكامل، بصح غير بالعقل، ما كاش حاجه سهله. شوفوا البنات نقسم هكذايا جزء، ندير 2 كويرات، نبدا نخدم بالوحده. شوفوا كيفاش راه تلم. واذا شفتوه ما حبش يتلم يتفتت لكم، يعني راهو مخصوص شويه تاع الماء، زيدوا ديروا الماء. شوفوا هكا غير بشويه. نجيب لهنايا ورق الزبده البنات، على خاطر صعيبه باش ترفدوها، فهمتوا؟ خاصه انا حبيت نديرهم كبار. تقدروا تستعملوا ورق الزبده ولا تستعملوا دقيق تاع الشعير، يعني هذاك الدقيق يعني هكا تدروه وتبداو تحلوا فوقه، بصح تجيكم صعيبه بما انه هي محشيه، تجيكم صعيبه باش ترفدوها. هكذا البنات نفتحوا الخبزه الاولانيه هكذايا تكون شويه رقيقه، درت شويه زيت على هذاك ورق الزبده، ثم نجيب هذيك الحشوه هكذا البنات. كما قلت لكم اللي حبت دير شحم دير شحم، لكم الاختيار. يعني هذه الوصفه التقليديه فيها شحم، حتى الشحم ليه فوائد كثيره كما نقولوا. شوفوا نوزعها هكذايا، وكله صحيه كامله البنات. يعني هذه اللي ياكلها في الصباح ولا ما يحوس لا قهوه لا، يعني مشبعه ومليحه البنات، مليحه هكا تخدموا كونتيتي، تخلوها هكذا داخل الثلاجه، كي تحبوا هكا تاكلوها ولا وليداتكم تسخنوها وديروها في زيت الزيتون. شوفوا نزيد نفتح واحده اخرى غير بالعقل. وكاين اللي ما يحبش يدير يعني الحشوه، تقدروا يعني تخبزوا مباشره، يعني بلا ما ديروا الحشوه، يعني هذه سموها الحامضه محشيه، بصح تقدروا ديروا بلا حشوه، يعني ديروا خبز شعير عادي تاكلوه بالبن. الله هكذا. دوك هذيك الخبزاني من الفوق نغلق كامل هذاك الحشيش. شوفوا نبدا نغلق غير بالعقل، راهي طريه تمشي لي بكل سهوله. شوفوا ماهيش صعيبه خلاص. انتم تشوفوها تقولوا تعب وكامل، بصح ما كاش حاجه تعوض الصحه يا البنات، والله ما كان حاجه تعوض الصحه. ناس بكري كانوا يديروا كل حاجه يعني بالطبع، يعني كانوا يعرفوا كل حاجه، وكانوا لحد الان مازال كاين ناس اللي مازالها تتبع الاكل التقليدي، والله ما يشوفوا لا طبيب وما يشوفوا مرض.
تلقاوهم 90 سنه 100 سنه في عمرهم والله يجروا خير من الواحد صغير. هكذا البنات يعني كلوا الاكل الصحي. شوفوا الاجانب كيفاش يتبعوا الاكل الصحي بزاف بزاف. تامنوا في هذيك الوصفه تاع حشيش كويره تدخلوني بزاف اجانب كتبوا لي باللغه الانجليزيه قالوا لي ترجمي لنا يعني الوصفه ولا كتبي لنا المقادير ويحوسوا يعرفوا واش هي النباتات اللي درتها. الاجانب يهتموا بزاف بزاف بالاكل الصحي خاصه في هذا الزمن اللي كثروا فيه الامراض. هكذا البنات يعني الوحده تنوع في الاكل تاعها باش يعني تتفادى الامراض. كاين بزاف اخوات تقول لي عندي فقر الدم، واللي تقول لي شعري يطيح، واللي تقول ولادي عندهم لاليمي، واللي تقول عندهم هشاشه العظام. علاش؟ على خاطر الاكل الصحي كامل ما تدوروش به. هكذا خياتي نتمنى تجربوا هذا الاكل، وكل مره نحط لكم هكذايا وصفه. شوفوا البنات نديها مباشرة. السمك تاعها يكون حوالي 1 سنتيمتر، ماشي خشينة بزاف بزاف ماشي رقيقة بزاف. نحطها في الطاجين سخون ونخليها تطيب في غرضها. لهنا بعد ما تنشف يا البنات صعيبه باش تقلبوها البنات، خاصه اذا درتوها كبيره كما تاعي. حطوا عليها كشغطه ولا طبسي ولا سنيوه بكل سهوله. اقلبوها هكذايا وخلوها طيح هكذايا كما نديروا هذيك الفريتوملات، ولا خلوها طيح في الطاجين وخلوها تطيب في غرضها مع التحريك هكا باش تطيب لكم مليح مليح، باش هذاك الحشيش الداخل ثاني يطيب على خاطر راهو خضر ماهوش طايب. اضغطوا عليها غير بشويه حتى تطيب والخبزه تاعكم راهي واجده. الخبزه الاولانيه راهي طيبه، راح نشارك معكم هذه الخبزه على خاطر الفيديو راح يجي بزاف بزاف طويل وانتم تكرهوا وتملوا. شوفوا يا البنات مازالها هكذاك سخونه على خاطر ولادي راهم على الطابله. انا هاد الصوالح يعني نوجدهم للغدا كما راكم تشوفوا البنات. ريحتها تشهي بالاعشاب. حتى واذا ما عندكمش هذوك النباتات البنات تقدروا ديروا غير الثوم وشويه بصل وشويه شحم وشويه زعتر ولا فليو ولا نعناع وانتم درتوا هاد الاكله. كاين اللي يحب ياكلها هكايا نفتتوها ونديروا عليها زيت الزيتون، وكاين اللي يحب يحط زيت الزيتون في طبسي ويقطع هذا الخبز ويبدا يغمس وياكل. فهمتوا؟ حنا نديروها بهذه الطريقه، نفتتها ثم نسقيها بزيت الزيتون. سمحوا لي بزاف بزاف اللي هضرت بزاف، الله غالب. انا عييت تاني والله غير عييت. شوفوا درتها ودرت لكم المونتاج ووجدت لكم انا تاني حتى حلقي واعيه من الهضره. المهم يا البنات شجعوني بجام، خلوا لي تعليقات تاعكم وان شاء الله يا ربي تجربوها وتعجبكم هذه الوصفه الصحيه. ما تنساوش قناتي الجديده البنات تنضموا ليها روتينات الفراشه، نخلي لكم في اول تعليق. ما بقى لي غير نقول لكم يا البنات تهلاو في روحتكم وفي صحتكم ورجعوا للاكل التقليدي الصحي. شوفوا البنات شهيتكم في الجنه بنينه بزيت الزيتون. الله الله حاره، الله الله يا البنات مشبعه صيدليه كامله. اذا حبيباتي نقول لكم واش بقى لي نقول لكم نحبكم بزاف بزاف بزاف. ربي يحفظكم ان شاء الله ليا يا ربي. فقط نحتاج منكم الدعم البنات، الدعم. شوفوا الفيديوهات السابقه في القناه عندكم ما تلقاو هكا وصفات صحيه. هذه الخبزه الثانيه يا البنات راني معاها، الاخرى راهم ديجا راهم كملوها زوج تاعي وولادي. شوفوا يا البنات هاي لك طبسي راهو كملوه. اذا البنات نقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.